يا صباح الفل والورد والياسمين على حبايبنا واخواتنا الحلوين اللي داخل وخارج مصر. برحب بيكم وبصبح عليكم، بقول لكم نهاركم سعيد، وان شاء الله يا رب يومكم كده يكون مليان بالطاقة والنشاط والقوة والبركة والسعادة وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله معانا روتين جديد ويوم جديد كله نشاط وطاقة. قومي كده تشجعي معايا وبلاش كسل، وقومي شدي حيلك وشوفي وراكي ايه. تعالوا بقى كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف احنا ورانا ايه النهاردة. انا يا حبايبي بداية كده اول حاجة بدأت بيها شغلت على الغسالة، حطيت فيها دور وشغلت عليها. طبعا دي اول مهمة احنا بنقوم بيها علشان هي بتفصل، يعني قصدي بتغسل جنبنا على بال ما ايه نكون احنا عملنا الحاجات اللي ورانا. فانا شغلتها وبعد كده دخلت على الصالة، لقيت ولادي ما شاء الله مبهدلين الدنيا ومكركبينها. طبعا صاحيين بدري وقاعدين يبهدلوا، وانا كنت نايمة شوية، يعني انا بنام متأخر عنهم شوية. فايه طبعا بنام شوية الصبح. فدخلت عليها قلت اوضبها كده على السريع واسوي الدنيا. الحمد لله، يعني هم مش مكركبينها قوي، ربنا سترها، بس ايه طبعا قلت ايه افوت فيها كده بسرعة على السريع علشان احس اني عملت حاجة، يعني اخلص بقى من الصالة يعني. فسويتها ورتبتها زي ما انتم شايفين كده، علشان بعد كده لو ورايا غسيل هنشره، لو ورايا حاجة في المطبخ اعملها، ابقى فايقة ورايقة. يعني بحب ايه اشوف حاجة كده قدامي متوضبة، مش احس ان الشقة كلها مقلوبة، الصالة والاوض والمطبخ وكل حاجة، لا. بحب مثلا ابدأ بالحاجات الخفيفة اللي هي سهلة في الشغل. يعني مثلا انت لو حاسة ان انت مكسلة وحاسة ان الشقة كلها مقلوبة، وراكي مثلا مواعين، وراكي طبيخ، وراكي حاجات كتير، اول حاجة تبدأي بيها الحاجة الخفيفة. يعني مثلا الصالة ما فيهاش ضغط، ما بتقعديش فيها كتير، على حسب طبعا. لو انت زي كده ما بتقعدوش فيها كتير وما فيهاش بهدلة، بس جيتي مرة كده لقيت الولاد مبهدلينها ومكركبينها، اول حاجة تبدأي بيها هي الاول. يعني زي ما انتم شايفين كده ما فيهاش حاجة غير ان انا نفضت الكراسي كده على السريع ومسحت الحاجة من التراب. طبعا نور راشقة في كل فيديو عمالة تجري حواليا ومش قادرة عليها. زي ما انتوا شفتوا كده انا مسحت كده ولمعت على السريع ونفضت كده الكراسي وسويت المخدات وخلاص، وكده كانت اتوضبت معايا وكنست الارض والحمد لله. وبكده اكون خلصت من حاجة كانت هتبقى عليا وحمل عليا. بعد ما خلصت الصلاة كان العصر اذن، صليت العصر والحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. ودخلت على المطبخ، انا كنت غاسلة مواعين زي ما انتم شايفين كده وسايباهم يتصفوا. شلت المواعين اللي كانت على الرخامة ووضبت الدنيا كده، يعني عشان افضي المكان علشان هطبخ. طلعت بقى الحلة الضغط بتاعتي، حبيبة قلبي ربنا يخليها لي يا رب، هي المنجزة وهي اللي بتنجدني في الزنقات وفي لما يكون الوقت متأخر. بصراحة نافعة جدا وبتسوي اللحمة بسرعة، ما مخليهاش تاخد وقت. طبعا عبيتها مية وحطيتها على النار علشان تغلي. كنت مطلعة اللحمة بتاعتي وحطها علشان تفك. طلعتها وكانت جاياني جامدة كده فقطعتها قطع، وبعد كده هغسلها كويس جدا طبعا. احنا طبعا ما عندناش حاجة اسمها اللحمة ما بتتغسلش، الكلام ده عندنا ممنوع. حتى لو هتفقد قيمتها، حتى لو هتعمل بكتيريا، لو هتعمل اي حاجة برضه هنغسلها. اصل ما فيش حاجة اسمها ان انا اجيب اللحمة كده بدمها وبقرفها، انا اسفة يعني في اللفظ، ونطبخها كده وناكلها. لا، طب فين النفس اللي تقبل؟ بصراحة يعني انا ما اقبلش ابدا. فانا اتربيت وتعودت على ان اللحمة لازم تتغسل كويس جدا وتتنضف، ولو فيها جلدة كده مش نظيفة او حاجة مش لطيفة بتقطعيها بالسكينة وبتشيليها. كمان لو انا بعتذر عن الصوت لاني طبعا انا على الشارع والعربيات رايحة جاية، فانتوا اكيد سامعين الاصوات دي، مش عارفة اروح منها فين، مع اني انا عالية جدا في الدور السادس فوق، بس برضو الاصوات طالعة عندي. مش مشكلة. المهم نكمل حوار اللحمة. بيبقى فيها كده عفار مكان الخشبة بتاعة الجزار ومكان التقطيع ومسكة الإيدين والكلام ده كله. المهم إن هي لازم تتغسل. أنا غسلتها وبعد كده على بال ما المية تغلي نقعتها في شوية سكر وشوية ملح علشان لو فيها زفارة، لو فيها شوية دم يتصفوا.
وركنتها على جنب. وقلت على بال ما المية بتاعتي تغلي خرجت على البلكونة، قلت امسحها وانضفها كده علشان يعني هطلع انشر الهدوم طبعا اللي اتغسلت. الهدوم ما شاء الله متكومة عندي والسبت مليان ومش قادرة اقطعه، فقلت احاول ان انا انجز اغسل لي دورين 3 كده النهاردة لحد ايه ما الغسيل بتاعي يخلص. المهم مسحت طبعا البلكونة ونضفتها كويس وسبتها علشان تنشف. طبعا البلكونة من ضمن الحاجات اللي مهما بتنضفي فيها بتحس ان هي ما بتنضفش، لان هي جاية على الشارع ومعرضة للأتربة ومعرضة لكل حاجة، فلو نضفتيها كل شوية هتحسي برضو ان هي متطربة. فيلا هنعمل ايه، خصوصا ان انا بلكونتي كبيرة يعني لفة على الشقة كلها زي ما انتوا شايفين، فما شاء الله يعني بتاخد مجهود وبتاخد وقت، وبس اهي بتنفع. يعني لو في حاجة زيادة مثلا عندي مكركبة في الشقة بحاول ان انا اخرجها فيها، زي ما انتوا شفتوا كده في اول البلكونة وانا بمسحها، يعني بحاول ان انا ارتبها على قد ما اقدر. المهم خلصت البلكونة وسبتها تنشف، ودخلت بقى لقيت المية بتاعتي غليت، فدخلت علشان احط اللحمة بتاعتي. اول ما اللحمة تغلي هتطلع معاكي ريمة كده بالشكل ده، لازم تشيليها علشان ما تخليش اللحمة زفرة وما تعملش ريحة وحشة في الشوربة. طبعا دي بتبقى شوائب وحاجات خارجة من اللحمة فلازم تتشال. عايزة اقول لك حاجة، ما ينفعش تقعدي جنب الحاجة على بال ما تستنيها ايه، على بال مثلا ما تغلي المية مش عارف ايه، حاولي جنبك تعملي اي حاجة. فبما اني انا طبعا مش ورايا حاجة في المطبخ، مفيش مواعين تتغسل ولا اي حاجة، وكنت عايزة انجز واخلص الغسيل قبل الليل ما يليل، فخرجت على البلكونة وسبت المية تغلي ودخلت علشان قصدي خرجت علشان انضفها. فانا كده انجزت، يعني بدل ما اقعد مثلا مستنية المية تغلي، لا انا عملت قصادها حاجة، واديني رجعت كملت اللي انا كنت بعمله. طبعا حطيت الملح بتاعي المظبوط للحمة، وحطيت البهارات بتاعتي، حطيت بصلاية صغيرة وحطيت ورق لورا وحبهان وشوية فلفل اسود وشوية بهارات مشكلة، وقفلت على الباب. طبعا القطرات ودوشتها، سبت اللحمة على النار هتفضل ساعة على بال ما تستوي، وبعد كده هفتح عليها. خرجت تاني على البلكونة علشان انشر هدوم، كنت غاسلة اللحاف بتاع الولاد، فطبعا مش ما قدرتش انشره على الحبل عشان تقيل شوية، فحطيته على الحيطة عادي انا مسحاها ومنضفاها. وبدأت بقى انشر الهدوم بتاعتي. مسيرة الهدوم اللي ما بتخلصش ابدا مهما اغسل مش راضية تخلص، ومش قادرة ان انا اخلص السبت وافضيه. كلنا على هذا الحال اظن يعني. هي هنعمل ايه، دايما اقول الحمد لله ان احنا عندنا غسالات اوتوماتيك. مش عارفة لو ما عندناش وبنغسل على ايدينا او بنغسل على الغسالات العادية زي زمان كان هيبقى الوضع ايه بصراحة. دلوقتي الغسالة الاوتوماتيك ما بتشيليش هم اي حاجة، اي هدوم تقيلة اي دفايات اي لحافات بتحطيها جواها بتطلع مغسولة. ما شاء الله ربنا يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، واللي ما عندهوش يا رب يكرمه ويحقق له كل اللي نفسه فيه. اللهم امين يا رب العالمين. دايما بدعي لأبويا الله يرحمه وأقول ربنا يريحه في قبره زي ما ريحنا وجاب لنا الحاجة اللي تريحنا، وما خلاناش ناقصين حاجة زي ما في ناس كتير محرومة من حاجات كتير ومش طايلاها ومش عارفة تجيبها. ربنا يكون في عونهم يا رب ويرزقهم ويوسع عليهم ويحقق لهم كل اللي نفسهم فيه. الحمد لله على كل حال، دايما أقول اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. البني آدم ممكن يحس إن العيشة بتاعته قليلة وإن هو أقل من غيره، بس أول ما بيشوف حد أقل منه بيحس قد إيه هو في نعمة وقد إيه ربنا كرمنا ومدينا وعطينا، فيفضل الواحد يقول الحمد لله ده احنا في نعمة. وصحيح زي ما قالوا اللي يشوف بلوى غيره تهون عليه بلوته. الحمد لله على كل حال. عشان كده دايما يقولك بصوا على الأقل منكم ما تبصوش على الأكتر منكم، يعني لو بصيتي على حد أعلى منك وأكتر منك نفسيتك هتتعب وهتحسي قد ايه انت قليلة مثلا وهتحسي بنقص. فدايما بصي على اللي اقل منك هتحسي بقيمة النعمة اللي في ايديكي وهتحسي بقيمة الحاجة اللي ربنا مديهالك، وساعتها هتقولي الحمد لله ده انا في نعمة. فالحمد لله على كل حال، احنا احسن من غيرنا، في ناس مش لاقية مسكن ولا لاقية مأوى ولا لاقية اي حاجة، فاحنا دايما بنقول الحمد لله احنا في نعمة وفضل من ربنا الحمد لله.
المهم زي ما انتم شايفين أنا خلصت نشر الهدوم. وطبعا الشرابات ما بقدرش انشرها على الحبل عشان صغيرة وبخاف تقع، فبنشرها على القشط زي ما انتم شايفين جوه البلكونة، وبتنشف عادي جدا وما بيحصلهاش أي حاجة. الله أكبر، المغرب بيأذن. طبعا بحب الجو ده وانتوا عارفين، فوقفت شوية استمتع بجمال الجو وحلاوته. بعد كده دخلت على المطبخ. كان ولادي جم من الدرس، طبعا خلصت الطبيخ، كان النور قاطع والله، وطبخت على الضلمة عادي. عملت رز وحمرت اللحمة بتاعتي، وعملت كوسة، وعملت سلطة. والحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا. وحطيت بقى الأكل وغرفت علشان نتعشى، والحمد لله نعمة وفضل من عندك يا رب. تعالوا بقى اتفضلوا اتعشوا معانا، كانت لقمة حلوة ولقمة هنية تكفي 100. خلاص بقى كده كفاية، مش هطول عليكم اكتر من كده. الفيديو بتاعنا خلص واليوم بتاعنا خلص. لايك بقى جميل زيك وتعليق حلو منك، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله، مع الف سلامة.